الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن هذه الآية أود أن أرد على هذا الشخص المزعوم بالأسطورة محمد رمضان بطريقة علمية منهجية ممنهجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تنال القلب وتشرح الصدر وتكون بإذن الله تبارك وتعالى بذرة خير، فانشروها. عسى الله تبارك وتعالى أن تنال القبول. حقيقة ما فعله هذا الكائن الحي لا أريد أن أكثر من ذكر اسمه، ويكفي ذكره في بداية هذا المقطع. ما فعله بأمريكا من رقص وخلافه هذا حقيقة لا أستغربه، لأن أي شخص يدخل في هذا المجال وهو ما يسمى بلفظ الفن أو التمثيل أو الغناء، أنا حقيقة لا أستبعد منه أي شيء، لأن رمز الفسق والفجور في من ينتمون إلى هذا المجال على وجه الخصوص. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم الهداية، ولكن حتى لا أخرج عن المجال أو الذي أريد أن أذكره، من الممكن أن أصيح وأن أسب وأن أشتم، وهذا حقيقة لا ألوم نفسي إن فعلت، ولكن تذكرت قول الله تبارك وتعالى حينما أرسل سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون. قال الله تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهنا تذكرت أن الله تبارك وتعالى أرسل النبيين الكريمين إلى رجل أفجر من هذا الكائن، ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن يقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وسمعت قصة جميلة أن رجلا واعظا ذهب إلى سيدنا هارون الرشيد وقال له: يا هارون، إني ناصحك ومشدد، أنا هنصحك لكن مشدد عليك، مغلظ في القول. فما كان من هارون عليه رحمة الله إلا أن قال له: لا سمع لك ولا طاعة. انتبه، لا سمع لك ولا طاعة. إن الله تبارك وتعالى قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأرسل نبيين كريمين إلى من هو أفجر مني وهو فرعون، ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى باللين في القول: فقولا له قولا لينا. وامتنع هارون عليه رحمة الله من أن يستمع إلى هذا الواعظ، فقائلا له: لا سمع لك ولا طاعة. فما وضع اللين في شيء إلا زانه، وما وضع الشدة في شيء إلا شانه. فمن هذه الآيات وهذه المقولات أتوجه لهذا الكائن وأقول له: أولا اتق الله وارجع إلى الله، فإن باب التوبة مفتوح.
قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم أنك ميت لا محالة إذا كان من هو أفضل مني ومنك قد مات. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. فالتوبة مفتوحة، وعطاء الله تبارك وتعالى في الرحمة واسع، فمهما كثرت الذنوب وكثرت العيوب فإن باب التوبة مفتوح، ولا أحد على وجه الأرض يستطيع أن يحجر رحمة الله تبارك وتعالى. فعليك في التذكر والتأمل والرجوع إلى الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان، فإن الموت لا يترك صغير ولا كبير، وليس له موعد. الموت ليس له موعد. فإذا نظرت يا أيها الكائن إلى وجه الأرض وجدت أن الصغير والكبير والرضيع كلهم ميتون، كلهم ميت، حتى الشباب. يأتي الموت فجأة فلا يرحم صغيرا ولا كبير. وإذا ما دخل الإنسان قبره سئل عن النقير والقطمير، سئل عن كل صغيرة وكبيرة، وخاصة عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها الكائن ارجع إلى الله وتب إلى الله، فإنني أكلمك بصفتي أزهري ابن الأزهري، أزهري ابن الأزهري. ويعلم الله حينما شاهدت المقطع هذا خرجت عن مشاعري، ولكن ما حجمني أن أقول هذه الكلمات وألا أنفعل إلا الأدب القرآني والسنة النبوية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهداية بيد الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى محدثا كل إنسان على وجه الأرض: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر. فيا أيها الكائن انظر إلى أي الطريقين تسلك، انظر إلى أي الطريقين تسلك. وإني محدثك وأقول: كم من شاب قد فتن بك، وكم من فتاة قد أغريت بك، إما في فنك أو رأسك أو أفعالك أو حركاتك. كم من مقلد قد تقلد بأفعالك، وتأثرت فتيات والشباب بأفعالك فوقعت في المحرمات وسارت في طريق الهلاك وأنت السبب فيه، لأنك قد سننت سنة سيئة. وإذا ما سن الإنسان سنة سيئة فإنه يأخذ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، سواء فعل أو صورة نشرت أو مقطع قد نشر مثل هذا أو غيره من أفعالك التي لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله، وتأثر بها الشباب، حتى بعض الشباب سلكت مسلكا خطأ من أجل المال بسببك، ووقعت في الفتنة بسببك، ووقع الشباب في محرمات الله بسببك. فانتبه قبل فوات الأوان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخيرا أقول لك إن الله تبارك وتعالى
يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده. فأقبل على الله، وارجع إلى الله، وتب إلى الله، وتمنى من الله رضاه، وأصلح بينك وبين الله. يغفر الله تبارك وتعالى بإذن الله ما كان منك من قديم الأزل، ما فعلت وما قدمت وما أخرت. فإن التوبة بإذن الله تبارك وتعالى تجب ما قبله وتمحو ما قبله، لأن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. وإياك أن تتسوف في التوبة، مع أن الله غفور رحيم، ولكن مع ذلك عزيز ذو انتقام ينتقم. فإذا ما صبر على العبد انتقم منه. وانتقام الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافيك من انتقامه. فإذا غضب الله تبارك وتعالى على عبد أهلكه. ولا تفرح بالمال. واستمع إلى قصة قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. ولا تظن أن هذه الأفعال توفيق من عند الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يوفق ولا الظالم أو صاحب الفتن، ولكنه استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فانتبه يا عبد الله أيها الكائن، تب إلى الله، وارجع إلى الله، واستغفر الله. وأقول لك إن عالم مصر الذي رفعته هو شرف لكل مصري، لكن لا يليق بهذا العلم أن يرفعه شخص وهو يرقص أو في فعل شنيع، فإنك بفعلك هذا قد أهنت هذا العلم من حيث لا تدري أو أنك تدري. وأقول لك أخيرا أن القميص الذي ارتديته هو قميص ما يسمى بالماسونية، علم الماسونية، لا دين لهم ولا ملة. استدرجوك فرفعته. العلامة اللي على القميص اللي انت كنت مرتديها حينما كنت ترقص وتفتخر بها هو عالم الماسونية، رفعته من حيث لا تدري أو أنك تدري. فإن كنت لا تدري عفى الله عنا وعنك، وإن كنت تدري فهذه مصيبة عظيمة. فعالم مصر عالم شرف. وإنني أذكر نفسي وإياك في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك رحمه الله، يحكى أن شابا جندي رأى إسرائيلي يمسح حذاءه بعالم مصر، الحذاء بعالم مصر، فما كان من هذا الجندي إلا أن غار لعالم مصر ولمصر، لأنه رأى مصر في هذا العالم. هذه الخرقة الصغيرة رأى هذا الجندي أن مصر في هذا العالم، وهذه الخرقة الصغيرة، فهو لا يلام. فما أن كان منه إلا أن خطط كيف ينتقم من هذا الجندي. والحمد لله كان تخطيطه على ما ذكر في الإعلام تخطيط ناجح، فقتل هذا الجندي وقتل معه أكثر من 7 أو 10 جنود من الإسرائيليين، انتقاما لمسح الجندي الإسرائيلي حذاءه بعالم مصر.
ثم قدم نفسه للمحاكمة، وما كان من الرئيس، أسأل الله أن يرحمه، الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أنه لم يقدمه لإسرائيل، ورفض رفضا تاما أن يحاكمه، ورفض أن يسلمه للوساد الإسرائيلي. فهذا الفرق بينه وبين ما فعلت. هذا انتقم لعالم مصر، وأنت أسأت لهذا العلم المصري. فاجلس مع نفسك وفكر وتدبر، واحمد الله على نعمة الصحة والعافية، وتب إلى الله وارجع إلى الله، واسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني ويهديك، وأن يغفر لي ولك، وأن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون. محدثك الأزهري ابن الأزهري ابن الأزهري. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.